زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت ان هي حلقه مهمه. حلقه النهارده لن تقل اهميه عن حلقه امبارح، فمن فضلك بستاذنك بعد اذنك، انا عارف ان انا رخم، تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قبل ما اتكلم صلى على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين في يوم الجمعه، فصلوا عليه. بص يا سيدي، انا زهقت من كتر الصفات اللي جايه. انا النهارده اقول لك الصفقات اللي ماشيه. حلقه النهارده هتنقسم لاهلي وزمالك، هنتكلم فيها شويه كده وشويه كده مش بالترتيب، لكن النهارده انا عارف ان انا رخم، هطلب منك زي ما دعمتني الفيديو اللي فات، اعمل لايك واشتراك ودعمني في الفيديو ده. بص يا سيدي، اولا من نادي الزمالك هيعمل تفويضه ونتاج من زمان في اللعيبه، وفي لعيبه ماشيه، في لعيبه ماشيه كتير في نادي الزمالك. تعال نتكلم عن بعض اللعيبه اللي ماشيه النهارده، والحلقات اللي جايه هجيب لك كل اللعيبه اللي خلاص تاكد حلو. نتكلم في محمد عاطف اللي الزمالك جابه السنه اللي فاتت قادما من طنطا، لعيب كويس جدا، لعيب ما خدش فرصه، لكن بالنسبه لنا فكره اعارته اللي الزمالك النهارده بيفكر في اعاره اللاعب، واللاعب عنده اكتر من عرض، دي حاجه كويسه. لاعب اثبت نفسه بقى يقدر يرجع تاني، ما اثبتش نفسه يتكل على الله يبقى بيع نهائي. محمد عاطف هو اولى صفقات نادي الزمالك الراحله. طب رايح فين يا عم الانس؟ بص يا سيدي، عنده عرضين، عرض من غزل المحله وعرض من طلائع الجيش. انه الاقرب؟ ورأيي الشخصي الاقرب هو طلائع الجيش بنسبه تتخطى 99%. محمد عاطف لاعبا في نادي طلائع الجيش. طب والعرض بتاع غزل المحله؟ بص بالنسبه لي انا بقى، لو انا عندي شويه ب5 جنيه تفكير ان انا اخلي او اوافق على العرض بتاع غزل المحله واتفاوض على ان انا اخد محمد اشرف بن شرقي، اللعيب الكويس جدا اللي بانوا لمع في صفوف غزل المحله. فالطبيعي وبالعقل ان انت تستفيد في صفقاتك اللي ماشيه، في صفقات تبادليه تجيبها. يعني محمد اشرف بن شرقي اللي انت حاطط لك عليه، لو قدرت تخلصه في صفقه محمد عاطف يبقى انت عملت مجهود كويس جدا ويستحق عليه التسقيف. طب مين تاني محطوط على رادار البيع؟ مهاب ياسر اللي عنده برضه عرض ومن طلائع الجيش وعرض تاني من حرس الحدود. فمهاب ياسر لعيب ما اثبتش نفسه برضه، ما خدش فرصه عشان شهاده لله، لكن من الدقايق اللي لعبها ما كانش على قدر المسؤوليه انه يلبس تيشيرت نزاهي. فمهاب ياسر ومحمد عاطف هما صفقتين راحلتين عن نادي الزمالك. تاني حاجه معايا، بص يا سيدي، انا بقول لك خبر مش جايبه والله من الشارع، ما نمتش كده صحيت وقلت لك والله ده هيحصل 1 2 3، واللي ما بينا بتثبت، يعني انا كلامي اللي ما بينا تثبت. بص يا سيدي، كلمتك امبارح في قصه وسام ابو علي وقلت لك مصطفى محمد، وواحد داخل قال لي انت بتظبط وانت مش عارف ايه. بص يا سيدي، تعالى نتكلم الموضوع ده. الاهلي النهارده لو زي ما قلت لك ما كانش في عقود لوسام علي، ليه الاهلي النهارده طلب انه يعدي العقد وسام ابو علي ويزوده تلت العقد، يعني فيما يقابل 300,000 دولار، عشان وسام علي بياخد في الاهلي رقم انا مش متخيله، 700,000 دولار. حاجه تحسب لمجلس الاداره صح، ان لعيب بمقدار وسام علي بياخد رقم كويس، او رقم بالنسبه لي معقول جدا في صفقه لاعب اجنبي. الاهلي بيحاول يعني ايه بيسموه، يحافظ على النجم بتاعه، فبيحاول يعدي العقد بتاعه وسام عليه عشان خاطر الراجل ما يبصش العقود اللي جايه له. لكن اللاعب ووكيله عنده عقود، الاهلي عاوز يعدي المقابل المادي من 700,000 دولار لمليون دولار، لكن الناحيه الثانيه وسام ابو علي ووكيله مش هقول لك وسام مصر، لكن في عقود تخلي اي نادي يفكر في رحيله، او كلاعب ماليش دعوه بالنادي كمان، سيبنا من النادي دلوقتي. ليه؟ لان وسام ابو علي عنده عقود ابرزها ان عنده عقد هيحصل فيه على مقدار او مرتب بمقدار 2.5 مليون دولار. بتتكلم في مليون دولار، ال 2.5 يعتبر الضعف وزياده، مرتين ونص. فده تخلي عين اي لاعب يزغلل بامانه الله عشان يكلمه بموعد الله. فالاهلي عنده مشكله جدا ان هيبقى عنده عقود كتيره هتخليه طبعا يفكر، لان اول عرض مبدئي اللي راح له عليه هو بتتكلم في 4 مليون دولار. الاهلي يطمح في اكتر ويزيد العرض عن 8 مليون دولار، ده اللي بالنسبه للاهلي طالبه، او الاهلي مثلا حاطط يعني حاجه كده يستفتح بيها 8 مليون دولار، اللي هيقدر يجيب 8 ياخد وسام عليه ويتكل على الله. فالاهلي الناحيه الثانيه بيحاول يعمل هجوم بالتعاقد مع مين يا حبيبي؟ زي ما قلت لك مصطفى محمد، الاهلي حصل على توقيعه، لكن المشكله فين؟ في نانت. المشكله ان انت لسه تتكلم مع الفريق بتاعه، قلت لك بسبب مشاكل مصطفى محمد هناك، بسبب عدم دعم المثليين، تمام؟ فممكن يكون قريب من الاهلي، لكن ده يحصل ما يحصلش، ده كله في ايد نانت الفرنسي. والاهلي بيخلص ومخلص، وبكلام كل الصحفيين زي عمرو جاب الله، الاهلي مخلص كل الامور بخصوص واسامه فيصل وين تاني، وهحكم لك قدام. فالاهلي بيحاول عشان لما يمشي وسام عليه عنده البديل الجاهز اللي يقدر يعوض غياب وسام عليه. انا النهارده بقى فاتت في ايه؟ انا بقول لك الحقيقه، والنهارده الصحف بتكتب كده عقود لوسام والاهلي بيحاول يعدل عقده. انا مش بفتي، انا بقول لك حاجه ان شاء الله تكون موثوقه من مصادر موثوقه. بالنسبه
لاحمد عبد القادر. انا قلت لك قبل كده ومن زمان من مصدر صاحبي موثوق وكلمني وقال لي في الحته دي ان احمد عبد القادر متفق ومخلص كل حاجه مع الزمالك، بس في مشكله ان احمد عبد القادر يتبقى له سنه في عقده. وقلت لك المسؤولين في نادي الزمالك قالوا لاحمد عبد القادر خلص نفسك من الاهلي وتعال. النهارده كل الصحف بتتكلم ان احمد عبد القادر يرفض البيع والاعاره والدخول في صفقات تبادليه. انت عايزني خلينا كمان مش عاوزني ماشيني ببلاش، وانا قلتها لك وهقولها لك تاني، الاهلي لو استغنى عن خدمات احمد عبد القادر يصبح رسميا لعيبه في الزمالك، لان الزمالك مخلص كل حاجه مع احمد عبد القادر. الحمد لله بجيب لك اخبار من زمان وبقولها لك والنهارده بتحصل. فده كان رابع او ثالث خبر معانا. بص يا سيدي، في نهايه الحلقه اللي فاتت قلت لك ان في صفقات الزمالك عاوزها من بيراميدز. النهارده جريده المصري اليوم اتكلمت وقالت ان الزمالك عاوز من بيراميدز صابر، محمود صابر اللي بيلعب اللي معار لسموحه، وزلاكا اللي معار لسيراميكا الوطن، وضيف عليهم محمد رضا بوب. الزمالك عاوز محمد رضا بوب كمان. فهنشوف الفترة الجاية هيحصل توافق ولا لا. طب قلت الخبر ليه؟ لأن بيراميدز متمسك بالإعارة فقط، يعني خد اللعيبة اللي أنت عاوزها لكن بالإعارة. الزمالك على الأقل تقدير بيقول البيع، أو لو ما حصلش بيع على الأقل تقدير الإعارة بنية البيع، وده اللي رفضوه مسؤولي بيراميدز. لسه محدش عارف الايام الجايه، لان بيراميدز برضه حاطط عينه خلي بالك الكلمه دي على لعيبه في نادي الزمالك زي احمد فتوح وانا والليام ما بيننا. تمام. بالنسبه للصفقات التبادليه، تمام بيتكلموا في صفقات تبادليه ما بين سيراميكا ما بين بيراميدز والزمالك. في صفقات تبادليه كمان ما بين الاهلي والمصري. تخيل يعني حاجه ما تقالش، لكن في صفقات تبادليه. ليه؟ هقول لك يا سيدي. الاهلي كان زي ما قلت لك عاوز احمد هاني الباك اليمين، واتكلم مع احمد عيد، وقلت لك احمد عيد هو القريب جدا من النادي الاهلي في الحلقه اللي فاتت. النهارده بعد ضغط من عمر الساعي مرحب بالانتقال للنادي المصري البورسعيدي. فالفتره الجايه ستشهد صفقات، مش عاوز اقول تبادليه، لكن صفقات ما بين الفرقتين، ما بين الاهلي والمصري، بانتقال احمد عيد للاهلي مقابل عمر الساعي لنادي المصري البورسعيدي، وبيننا الايام. وتعالى نتكلم، لان عمر الساعي قلت لك الفيديو اكتر من فيديو فات، عمر الساعي لن يكون متواجد في صفوف النادي الاهلي من الموسم الجاي. تمام. تخش تاني على الزمالك، شغله باص كده على الاهلي وشغله على الزمالك. بص يا سيدي، في عرض دنماركي من النادي الاهلي الدنماركي يا عم غيروا بقى والله العظيم، مش لازم دنماركي، مش لازم عرض دنماركي كل مره، لكن وصل لنادي الزمالك عرض رسمي من نادي دنماركي للتعاقد مع اللاعب المغربي محمود بنتاي، وهذا ما رفضه مسؤولي نادي الزمالك وقفلوا كل عقود، لان محمود بنتاي ليس له مساس في نادي الزمالك. يعني الزمالك زي ما قلت قبل كده استقر على رحيل جميع الاجانب، وده اللي احنا جايين قدام بقاء محمود بنتاج بس، وحيد كل اللعيبه الاجانب بما فيهم حتى صلاح الدين مصدق. وبالمناسبه انا قلت لك الفيديو ده من زمان خالص، والنهارده كلامي اتحقق واتمنيت ده هيحصل، والنهارده ان شاء الله حصل، مع انه خبر محزن وكويس في نفس الوقت بالنسبه لي. لكن النهارده رسميا رحيل حمزه المسلوسي من نادي الزمالك. الراجل النهارده اعلن خلاص انتهى مشواره مع الزمالك. فاقول لك بمنتهى الامانه، لو كانت الظروف يا مسلوسي، لو كانت الظروف يا مسلوسي غير الظروف، كنت والله من اوائل الناس اللي طلعت وصرخت وقلت بقى حمزه المسلوسي تغنزك. لكن بصراحه حمزه المسلوسي ليس رجل المرحله القادمه. ليه؟ لان انت النهارده عاوز لعيبه زي ما قلت لك تشيل نادي الزمالك. تقول حمزه المسلوسي لما بيشيل، انت عاوز لعيبه هجوميه على قد ما انت محتاج دفاعيا، لا انت محتاج هجوميا مليون مره. فرحيل حمزه المسلوسي وانك تستعين بخدمات لعيب اجنبي تاني هو الطريق الصحيح اللي ماشي فيه زيك. واتحايلت وقلت كتير حمزه المسلوسي لعيب كويس، لكن ليس رجل المرحله القادمه. فالزمالك على الطريق الصحيح لرحيل حمزه المسلوسي وتعويضه بصفقه اجنبيه تاني. شغله باص تاني على النادي الاهلي. ياسين مرعي قلت لك هو مخلص كل حاجه مع النادي الاهلي، الراجل ماضي، فاضل الاتفاق مع نادي فاركو. نادي فاركو طالب من الاهلي كام؟ 60 مليون جنيه لرحيل مين؟ ياسين مرعي، على غرار اللي انت لسه جايبه المدافع اسمه اللي انت جبتوه من زد العيش، مصطفى العيش. لكن عرض الاهلي هو 40 مليون جنيه، وانا بقولها لك ب 50 مليون جنيه يعني مليون دولار، وستتم الصفقه للنادي الاهلي رسميا ويصبح لاعبا داخل النادي الاهلي ياسين مرعي. كارتيرون والقصه الكبيره. النهارده نادي اصفهان الايراني
اعلن رحيل مدربه باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي عن صفوف النادي. صفحات ياما كتبت خلاص اقتراب كارتيرون من نادي الزمالك، خلاص رسميا كارتيرون هو مدرب نادي الزمالك. انا بقول لك لا، رسميا كارتيرون مدربا في الدوري القطري لنادي صلال القطري. فكارتيرون، وانا قلت لك الفيديو اللي فات، الزمالك اتم اتفاقه اصلا مع المدير الفني الجاي، وقلت لك 73 ساعه يعني على الاسبوع القادم ويصبح معروف مين هو المدير الفني الجديد للزمالك. وانا قلت لك ان جنسيته باذن الله هتكون برتغالي. بالنسبه لصفقه الاهلي الجديده، في كلام موثوق ان الاهلي عاوز مدافع اجنبي بديل لاشرف داري المحتمل رحيله على الاهلي. طب مين؟ في لعيب اسمه علي يوسف، لعيب مدافع اجنبي بيلعب في نادي الافريق التونسي. الاهلي وفي مصادر موثوقه او مصادر بتاكد، مش موثوقه لا نقول بتاكد، ان الاهلي هيتمم التعاقد مع اللاعب مقابل دفع الشرط الجزائي لناديه وهو الافريقي التونسي، ويصبح علي يوسف لاعبا جديدا في نادي الاهلي. بالنسبه للباك الشمال اللي عامل مشكله كبيره داخل الاهلي بيخلص في شكري، محمد شكري الباك الشمال اصلا من ناشئين الاهلي او من ابناء الاهلي، فالاهلي متمم كل حاجه او مش متمم بقى، بيحاول يخلص مع سيراميكا كليوباترا اتمام التعاقد مع اللاعب. تمام، وانا بقول لك الموضوع هيمشي. تقول لي هيمشي ليه؟ بص يا سيدي، هم عايزين مين؟ سيراميكا عاوزه مين؟ سيراميكا عاوزه عمر كمال عبد الواحد ومحتاجه كمان رضا سليم، فالاهلي اعتقد هيوافق عرض لانه عنده مشكله في الاجانب، فمحتاج ان راجل رضا سليم يخرج بره القائمه، وطبيعي لو الاهلي ما يدوش هيمشي مجانا، فالاهلي هيتجه لاقناع رضا سليم بالاعاره لحين استعاده مستواه مع سيراميكا كليوباترا ويرجع مره ثانيه الاهلي. فالنهارده الدنيا في السوشيال ميديا او في الصفقات الميركاتو مولعه، كل يوم في جديد. اخر خبر هنقول لك معايا وهو سيف الدين الجزيري. بص انا مبسوط خالص ازاي؟ والله مبسوط. ليه؟ خلاص نادي الزمالك بيجتمع مع سيف الجزيري ووكيله لرحيل اللاعب عن نادي الزمالك. نادي الزمالك هيتكلم مع سيف الجزيري ووكيله لامكانيه رحيل اللاعب على سبيل الاعاره حتى لتفضيل مكان اجنبي. نادي الزمالك بيحاول يحل مشكله كبيره ومشكله سيف الدين الجزيري ومشكله عقده ومشكله مستحقاته، فاتمنى من جو ادوارد انه يحاول يخلص ملف صعب وشائك لرحيل لاعب مش عايز اقول لك ايه والله العظيم عن نادي الزمالك، ويصبح الزمالك فضى مكانين للاعبين جداد. في النهايه نادي الزمالك مقفل على الاخبار قوي، انت يا دوب ما عندكش غير بعض التفاصيل الصغيره اللي بتطلع بالعافيه بطلوع الروح. فان شاء الله كل يوم في جديد وكل يوم في حلقات جديده وصفقات جديده، فلو مهتم بالميركاتو ما تنساش تتابعني، تعمل لايك واشتراك في زر الجرس عشان يوصلكوا جديد. ما عملتش كده وما عجبكش قول على في الكومنتات فوق دماغي واحترم، والسلام.